في مجمل اخبار نادي الزمالك وناديك يناديك. احمد سمير متمسك بالاستمرار مع الزمالك، واتفقت نهائيا على الحصول على مقدم عقدي في يناير. كابتن ابراهيم حسن يطالب اداره الزمالك بتقديم شكوى لاتحاد الكره ضد جماهير المصري. طالب الكابتن ابراهيم. عارف ليه؟ الجمهور المصري قال لجمهور نادي الزمالك، وده اللي انا حذرت منه من اسبوعين، ويمكن انا اتكلمت اول ما اتكلمت في البرنامج، جينا محادثه مداخله تليفونيه. بيقول لهم معانا ملايين وانتوا شحاتين. انت متخيل اللي احنا قلناه؟ قلنا اين العزه لجمهور نادي الزمالك ان في منافسه. ما ينفعش اجهر بافلاسي، ما ينفعش اجهر وسلفني شكرا. لا، ده هو ده الاف من جمهور المصري قاعد يغني لجمهور نادي الزمالك الاغنيه دي. وخش على النت، خش على المواقع، هتلاقي امور اسوأ من اللي انا بقوله ده. برضو على ناديك بيناديك. كل الانديه عندها مشاكل ماليه، ولكن ما حدش بيجهر بتبرعات، ما حدش بيجهر بفتح حساب من الجمهور. عشان ايه؟ عشان سوء اختيارات، ان انا اجيب لعيب ما يلعبش ماتشين ثلاثه ويبقى ليه مستحقات ويمشي ادفعها له؟ لا طبعا. عشان اعمل تبرعات عشان معسكر سويسرا؟ ما ينفعش. اللي بيحصل من اداره نادي الزمالك، انت بتذل جمهورك، بتذل عضو النادي. مش هيبقى سعيد جدا. هو عارف ان في ناس من بره بيجي يدفعوا تبرعات عشان حاجات انشائيه في نادي الزمالك او عشان مستحقات لعيبه. فانا ضد الفكره دي وهفضل ضدها، واللي انا بقوله من اسبوعين اهو بدا يتحقق. ابراهيم حسن يطالب اداره الزمالك بتقديم شكوى لاتحاد الكره ضد ما ذكرته جماهير النادي المصري واللافتات التي كانت في الاستاد وتحمل عبارات ضد التوأم، وحمل كامل ابو علي رئيس النادي مسؤوليه ما حدث. أمير عزمي يعرض نفسه على الزمالك، يعني مدافع التعاون السعودي كابتن أمير عزمي بيقول أنه لديه الاستعداد، وأكد لإبراهيم حسن مدير الكرة أن هذه مسألة من الممكن أن تدخل في حيز التفكير، وسيتم عرض الأمر على الجهاز الفني من قبل الكابتن إبراهيم. الزمالك يفوز على جمهورية شبين بثنائية عاشور وجعفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس 2-0. يعني مين عاشور؟ حسام؟ مين عاشور الأدهم. عاشور الأدهم. عاشور الأدهم وأحمد جعفر. يعني استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل. يعني كل التوفيق. نحن سعداء جدا بهذه العودة القوية للزمالك، ونتمنى أن تتواصل، لأن الكابتن حسام والكابتن إبراهيم أحدث حالة جيدة في الدوري المصري، وجعل له طعم ولون وريحة. المنافسة لما بتكون قوية حتى اللحظات الأخيرة بتحدث حراك يا دكتور عمرو. صبري رحيل يشارك في مباراة شبين بعد غياب دام 9 مباريات للإصابة، دفع به الكابتن حسام بالأمس. الزمالك ينتظر التأكد من وصول فلوس شاهين بوشاور الإيراني 350 ألف دولار مقابل إعارة العراقي عماد محمد. والحضري التوأم يتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام، وقرار رحيلي لا رجعة فيه. وأبو كونيه ينفي ما تردد بشأن التلويح بالرحيل. بس اقف عند ازاي التوأم بيتعمد تشويه صوره عصام الحضري؟ ده تصريح الكابتن عصام. ازاي هو في بعد ان انا اهرب اسيب ناديه واهرب وان انا ارجع من ناديه النادي الاسماعيلي واسيب النادي الاسماعيلي واهدد ان انا اسيبه واسيب نادي الزمالك؟ يعني في بتهيالي يعني مش محتاج الكابتن عصام الحضري ان الكابتن حسام حسن او الكابتن ابراهيم حسن يتكلموا ويشوهوا صورته. هو شوه صورته وفي ظل ان احنا كلنا كنا ضد السلوك ده، وكنا ضد ان الكابتن حسن شحاته حتى ياخده في منتخب مصر، لان مصر ما بتوقفش على لاعب هارب. ولكن هو تخيل لي ان اللي هو عمله ده حاجه عاديه وفي ظل الاحتراف وان عادي جدا الدوله احتضنته وكرمته وخد كاس الامم 2010. الكابتن ابراهيم حسن، وده مش مقبول. ده مش مقبول. طب خلينا نستقبل دكتور عمرو مراسلنا في نادي الزمالك الزميل علاء حمام. علاء مساء الخير. النور يا استاذ عبد الناصر، وتحياتي للدكتور عمرو والجماهير جميعا. يعني خبر عاجل جالي ان في مختل عقليا اخترق تدريب نادي الزمالك، حقيقه هذا الموضوع وما لديك من اخبار؟ والله فعلا في مشجع دايما يعني بيحضر تدريبات الفريق. هو بس هل مختل عقليا ولا بيحب الزمالك جدا؟ كان نبقى واضحين. لا هو بيحب الزمالك بس مختل يعني.
هو لبس النهارده الطقم بتاع الزمالك الفانلة والشورت. ايوه. ونزل نط الملعب وخد كوره ودخل على الكابتن حسام وعلى اللعيبه. هو طبعا معروف باسم انبوبه يعني. بعض الجماهير عارفه اسمه. الطريف بقى انه لما نزل الملعب الجماهير هتفت له قالت له الدوري انبوبه. يعني كنوع من يعني الموضوع كان على سبيل الدعابه يعني. على سبيل الدعابه. فطبعا الكابتن حسام امر الامن يعني ان هم يشيلوه ويرجعوه ثاني المدرجات. بس احنا كنا التقينا بالكابتن حسام حسن قبل التدريب بنتكلم على الشكوى اللي هو ناوي يرفعها هو والكابتن ابراهيم ضد جماهير بورسعيد بعد مساله الاساءه ليه في مباراه سموحه. وهو قال ان هو بعد التدريب هيتكلم مع الاداره ويجلس مع مستشار جلال ابراهيم لاعداد المذكره اللي هتتقدم لاتحاد الكوره. هو طبعا على المستوى الشخصي هو بيقول دي مش اول مره تهاجم فيها. انا لعبت في النادي الاهلي اكتر من 20 سنه وبرده الجماهير بتاعه الاهلي جت في بعض الفترات كانت بتهاجمني وكانت بتوجه لي نقد عنيف. في النهارده برده كابتن سمير عبد التواب وكيل اعمال شيكابالا احضر لاعبين افريقيين موجودين في الاختبار مع نادي الزمالك. لعيب اسمه ايزاك عنده 19 سنه مهاجم نيجيري ولعيب اخر اسمه عمرو عنده 18 سنه صانع العاب من بوركينا فاسو. كابتن حسام هيسمح لهم بالتدريبات لحد قبل معسكر مباراه الاتحاد. لو ثبت ان حد فيهم قدم مستوى جيد ممكن يتم التعاقد معاه خاصه المهاجم لان كابتن حسام الفتره الحاليه بيركز جدا على ان هو يشوف مهاجم متميز ليناير لانه عنده طبعا يعني علاء ممكن يستغنى عن مين لو عندك معلومات؟ هو يستغنى عن رحيم ايوب. رحيم ايوب خلاص بقى خارج. لا حد معاه تاني ولا لسه ليس هناك في الافق معلومات في هذا الشأن؟ بخصوص يا استاذ عبد الناصر هل هناك احد تاني يعني عماد محمد مع رحيم او لا عماد هيبقى اعاره فبالتالي هيبقى مسجل في القائمه. وطبعا ابو كونيه موجود وبيشارك ما عندوش غير اجنبي واحد اللي ممكن يتم الاستغناء عنه اللي هو طلب فعلا الاستغناء عنه رحيم ايوب. ولجنه التسويق كانت اتصلت بوكيل اعماله اسمه ارونا غاني وحضر للقاهره الاسبوع الماضي وطلبوا منه ان هو يبحث عن عرض للاعب يناسب نادي الزمالك سواء يكون في مصر او المنطقه العربيه او اوروبا. فهو الراجل وعدهم ان هو في خلال منتصف ديسمبر هيحضر عرض للاعب ويرحل عن نادي الزمالك في يناير. فبالتالي الكابتن حسام بيجرب مجموعه من الافارقه بس هو عايز مواصفات معينه في مهاجم افريقي يكون يتمتع بقوه جسمانيه عاليه وسرعه ويكون شرس امام المرمى. انا كنت اتكلمت معاه قبل كده في الامر ده فقال لي هي دي المطالبي بالنسبه للمهاجم. فلذلك هو بيختبر عدد من مجموعه من الافارقه خصوصا في مركز المهاجم. طبعا في كلام عن حارس الشرطه محمد خلف ان في اتصالات من الزمالك بهذا الشان يعني. اتكلمت مع الكابتن ابراهيم حسن قبل التدريب فقال لي والله انا دلوقتي ما بفوتش حد وبحترم جميع الانديه. لما نيجي في فتره الانتقالات الشتويه في يناير احنا فعلا محتاجين حارس مرمى هنبدا نعلن بصوره رسميه احنا بنتفاوض مع مين وهنبدا ندخل بطرق شرعيه. احنا بتربطنا باداره الشرطه علاقه طيبه جدا ومسؤول الشرطه. فانا طبعا مش هقبل على نفسي ان انا اتفاوض مع حارس قبل ما نبدا موسم الانتقالات وكمان مش هقبل برضو ان انا اخرب في اي فريق خصوصا كمان ان الشرطه بيقدم مستوى فني عالي وترتيبه جيد جدا في الدوري في المركز الثاني. فطبعا زي ما انا مش هقبل الكلام ده على نفسي مش هقبله ان انا اعمله مع فريق اخر. بشكرك يا علاء شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه الايضاحات وعذرا المقاطعه نظرا لضيق الوقت. اخذ حضرتك دكتور عمرو واتوجه الى النادي الاهلي. يعني احنا كنا قلنا ان فرانسيس سيرحل